انتهاء اطول واعبط واهطل دوري تنظيميا في العالم. اوعى تكون فاكرني بهزر معاك، احنا بالفعل في اسوأ دوري في التنظيم صديقي. خليني اقول لك ان انت في دوري هو فعليا فريقين، الاهلي والزمالك. انت بتتفرج على دوري تقريبا هو التلت فرق جماهيريه والتلتين فرق شركات او فرق استثماريه، فرق ملهاش اهداف، فرق ما عندهاش طموح حرفيا. مفيش ولا فريق فيهم جه في مره وفكر ازاي فعلا اقدر ان انا انافس على الدوري واعمل فريق قوي. فرق بتلعب وكل همها وكل اهدافها وكل طموحها نقعد في المنطقه البارده، لا مننا بننافس على الدوري ولا مننا بننافس على الهبوط. فرق لما بتيجي تلعب قصاد الاهلي والزمالك حارس المرمى بيبقى واقف قدامه 10 لعيبه في المرمى. فرق ما بتحاولش ان هي تقدم لك كوره، فرق ما بتحاولش ان هي تنافس على اي حاجه الا ما رحم ربي. ودول فرقتين تقريبا اللي موجودين، مدربين كل افكارهم وكل شغلهم ازاي ان انا اعمل تكدسات دفاعيه. هتقول لي ما عندهمش امكانيات، هقول لك صح ما عندهمش امكانيات، لكن هنا بيجي دور المدرب ازاي ان انا العب بخطه مظبوطه واوظف اللعيبه صح عشان اقدر العب ماتش كوره حلو قدام فريقين كبار. ازاي اتفرج واشوف نقطه ضعف واستغل نقطه الضعف اللي موجوده عند الفريق الكبير اللي انا هلعبه واحط خطه وانفذها، واقدر ان انا اترجم ده في قلب الملعب. مدربين فخورين بنفسهم جدا مع ان فيهم مدربين معهمش رخصه دوليه. في مدربين عندك في الدوري لو طلعوا في بطوله افريقيه هيقعدوا في المدرجات. هتقولي الاتحاد ما بيوفرلهوش الرخصه دي، هقول لك وهو فين؟ ليه الراجل ده ما بيطلعش يشتغل على نفسه؟ ليه انت اقصى طموحك ان انت تدرب فرق في منتصف الجدول او فرق بتنافس على الهبوط؟ اما بالنسبه للعيبه فانت يعتبر عندك لعيبه كتير موجوده في الدوري تقدر تقول عليها هي عباره عن لعيبه كاس. لعيبه بمجرد ما تيجي تلعب قصاد فرق كبيره او تلعب في ماتشات تقيله تلاقي اللعيبه دي مش قادره تعمل حاجه. لعيبه للاسف في قطاعات الناشئين ما تاسستش صح، لان للاسف قطاعات الناشئين يا ابو الصحاب مبنيه على الوساطه. اما بالنسبه لو هنعمل اختبارات فالاختبارات دي هي عباره عن سبوبه، الا ما رحم ربي هنختار لاعب او اتنين ولو كملوا ولو شفتهم بعد كده في الفريق الاول ابقى احمد ربنا. انت بتتفرج على دوري ماشي عكس بقيه الدوريات في العالم كله، انت بتتفرج على تفكير غير كل التفكير اللي سايد في اي مكان في العالم. دوري بيلف في دايره مقفوله والناس معميه ومش شايفين ازاي هيخرجوا منها. اتحاد كوره كل اللي همه ان انا ابقى قاعد على الكرسي، انما اطور لا صباح الفل يا ابو عمو. انا ماليش في التطوير، انا اصلا ما بعرفش ادير. الناس بره بتلبس البدله وبتنزل تروح الاتحاد بتاعها تقول لك صباح الفل احنا هنطور ايه النهارده. الناس عندنا بتلبس البدله وتنزل تروح الكافيه وتقول لك احنا هنخرب ايه النهارده. الدوري اللي انت بتتفرج عليه ده يا ريت ما تطلعش بيه السما، لانه هو مقامه ويوم ما هيتمعظم هتلاقيه موجود تحت الارض. ولو هتخش تكتب كومنت وتقول لي ما تتفرجش وما تعملش وما تتكلم، فاحب اقول لك ان انا اتفرج براحتي واتكلم براحتي واقول اللي انا عايزه براحتي. الدوري ده مش بتاعك ولا بتاع صاحبك ولا بتاع ابن خالتك ولا هو حجر على حد. وانت بقى مش عاجبك الكلام تتفرجش على الفيديو.